صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم دقلة وحليب حبيباتي الغاليات. وينكم مش عاملين؟ ان شاء الله يا ربي نسمع لكم كل الاخبار الباهية وان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. واليوم حبيباتي جيتكم بوصفة الكيك اللي ياسر خفيف ومحلاه وبنين، واهم من هذا الكل انه اقتصادي، وحتى المبتدئين تنجموا تعملوه وينجح معاكم ان شاء الله 100%. والكيك هذا يتكلف فطور الصباح ولا في قهوة العشية. وبالنسبة للمقادير باش نعطيه لكم ما تخافوش بالتفصيل بالجرام وبالمليلتر وبالكيس زادة اذا كان ما عندكمش ميزان. في المكونات باش نستحقوا 4 كعبات عظم، عليهم كيس سكر يجينا هكا تقريبا 200 جرام، عليهم كاس حليب يجينا 220 مليلتر، وكاس زيت نباتي يجي 220 مليلتر. وبالنسبة للفرينة انا استحقيت 2 كيسين فرينة، يعني أبري ما بين 200 جرام و 250 جرام، خاطر كيما نعرفوا راهي كل فرينة كيفاش. وزوز مغارف كاكاو، وباكو خميرة جاتو، وباكو سكر فانيليا. اول حاجه العظم خذيته، عملت 4 كعبات عظم بالاصفر والابيض مع بعضهم، خلطت صبيت عليهم الكاس السكر، خلطتهم بالركاضه من الاول بالفويه من الاول. بعد حسيت روحي بديت نتعب ولا كيفاش، مخسوره بالوقت، وليت جبت الخلط الكهربائي لين بديت نخلط فيه بيض الخليط اللي عندي. بعد ما بيض هكا وضاعف الحجم نتاعو كما قاعدين تشوفوا، صبيت عليهم كاس الزيت، ومن بعد الزيت كاس الحليب عفوا، وبعد كاس الزيت، والحمد لله رسول الله. وخلطتهم هكا، عاودت خلطتهم مليح باش يدخل الخليط في بعضه. ومن بعد خذيت الفرينه. وعلى فكره راهو السكر من الاول مع العظم عملت زيادة، صبيت ساشي سكر فانيليا مع السكر العادي باش ما تنسوهمش. ولهنا مع الفرينه خذيت باكو الخميره، صبيت معهم كاس باكو الخميره بتاع الجاتو. وماذا بينا الفرينه البنات نغربلوها لخاطر تجيك مخفيفه وما شاء الله، خير من تصب من الباكو ديريكت ولا من الحكه ديريكت. كما تشوفوا انها وين، وخذيت 2 كيسين قرابه 2 كيسين وشويه كيكه 250 جرام، خلطهم. والخليط ماذا بينا ما يكونش عاقد برشا وما يكونش زاده جيري برشا. ومن بعد انا حبيتها مش تكون معناها املك بالكاكاو، وفي البلون حبيتها الكيك. قسمت الخليط على 2 كما تشوفوا، قسمت الخليط على 2. عملت في الصحن الاخر صبيت المغرفتين كاكاو مع الخليط وحركتهم مليح مليح مليح. ولو عندي 2 مكونات. بعد خذيت الطبق متاعي دهنته بالزبدة، وبعد رشيت عليه شوية فرينة، وصبيت الخليط الابيض الاول وبعد الخليط الثاني، بعد هكا وميلونج هكا خليط مع بعضهم. اما ما الحمد لله رسول الله، انا في بالي من داخل باش تجي شويه كامواج بالشوكولاته، اما جاتني كلها بني لونها، فهمتوا؟ ما جاتنيش يمكن عملت الخليط بالكاكاو اكثر، هذاك علاش اكثر من الخليط الابيض. ديجا هاك ما تشوفوا بالعين، معناها هنا الخليط بالكاكاو اكثر من الخليط الاخر، هذاك علاش جاتني مره بالكاكاو اكثر لونها. اما مع هذلك البنات صدقوني والله والله روعه في الهشاشه وفي المطعم وريت ما شاء الله، معناها تكلت في وقتها، في وقتها تكلت. من ما خليت باي الفطور الصباح كان بالسيف. هاو كتبقى رشيت عليه الفرينه، ومن بعد صبيت الخليط بالكاكاو هو الاول، ومن بعد صبيت الخليط العادي من غير كاكاو. ها وين كما قاعدين نشوف. انا في بالي باش يجي هكا قد الخليط، يا اخي انا غلطت، معناها عملت الكاكاو اكثر. ان شاء الله المره الجايه نعملهم قد ومش تجيني كيف ما كانت في مخي، فهمتوا؟ اما مع ذلك الوصفه ناجحه 100% وخفيفه واقتصاديه. اهم من هذا كل اقتصاديه. شوف انت تمشي الباتيسيري باش تاخذ كعبه جاتو قداش تتكلف توا؟ حتى الكيك العادي نتاع الدار هذا اللي يبيعوا فيه في الباتيسيري ويتكلف صدقني مرسو يمكن قرابه 1100 1200. من يبدا واحد عنده صغار، 2 صغار 3 صغار باش يعمل مسكين. هذه كيكة خفيفة ونظيفة في الدار وعلى عينيك واقتصادية،
ماكم تعرفوا انا راني نجيكم كان بوصفة اقتصادية على الغلاء اللي قاعدين نشوفوا فيه هذا. وين حبيت نحاول نزينها شوي من فوق باللي فضل عندي بالمغرفة. وين ونخلي حتى قطرة في الصحن. كله داخل في اطار الاقتصاد. هاوينو كما قاعدين نشوفوا. اذا كان وصلتوا معايا حبيبة قلبي للوقت هذا في الفيديو، بالله ما تنسوش الكومنتير المزيان والتعليق وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل حاجة جديدة نهبطها. هاوينو هكا نحاول بالمغرفة ندخل الخليط الابيض بالكاكاو. وهذا كان الشكل النهائي متاعها. والله هاكو تشوفوا مازالت من الفرن سخونة تفور. خرجتها مش نذوق منها راجلي ما شاء الله. يا ريتني ما يا ريتني ما خرجتها سخونة هكاك. ما شاء الله معناها بقى تشطر فهمتوا. بعثت منها لحماتي وبعثت منها لسلفي هكا. هاو شوفوا ما شاء الله التراوة ان شاء الله اقسمكم منها في الجنة حبيبة قلبي. ريتو ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم. وهنا في فطور الصباح راني البنات زينتها بطابعين شوكولاته ذوبتهم في شويه حليب وعندي شويه جوز هكا بعثتلي حماتي ولات كسرتها فوق زينت بيه. اخزر هذا في الصباح بعد ما بيت ليله كامله طريه ما شاء الله براونيزه. هاي خليكم البنات ربي معاكم.